اخوان مساء النور عليكم جميعا. عافاكم واحد الفيديو يلا واحد الحغير دابا حنا خارجين دابا من سينما ميغاراما. كانت العرض ما قبل الاول الفيلم ديال البوز اللي كانت البطله ديالو دنيا باطمه. بطبيعه الحال كانت واحد الندوه قبل العرض، ومن بعد ما سال الفيلم بطبيعه الحال جاو بعض الصحفيين باش ياخذوا واحد الكلمه مع الفنانه دنيا باطمه وابتسام اختها. فبالتالي هي ما بغاش تصور مع واحد المنبر معين، اذا بهم كيستفزوها كيبقاو يستفزوا فيها باش يخرجوا اسوأ ما فيها. هي ما بغاش تصور. علاش كتشدوا ديك اللقطه ديال انها هي كتضرب في الميكرو باش تقولوا راه هي اللي خايبه او لا هي تريك الحباسات ولا داكشي اللي كتقولوا؟ راه حشومه، راه عيب وعار اننا كنبقاو نطيحوا من بعضنا هنا في هذه البلاد هذه ونطيحوا من الفنانين ديالنا، وملي كيجي عندنا شي براني كنكبروا به. راه عيب وعار، راه خاصنا نكبروا بعضياتنا. راه حشومه، راه معروفه الصحافه الصفراء المتملقه اللي فاش كنشوفوا بحال هذا الشيء كنطيحوا بالفنان ديالنا. راه حنا مغاربه عباد الله، وشتوما بعقلكم راه كتهزنا النفس. ما عرفتش والله ما عرفتش كيفاش كتفكروا. ولا الصحفي قبل كل شيء خص تكون عنده مصداقيه. المصداقيه ما كايناش، وهذا الشيء اللي كيخلينا نبعدوا من الميدان. انا عن نفسي والله تنبعد من الميدان بسبب هكا. ما كايناش المصداقيه. المنابر خصهم غير البوز، خصهم غير المشاهدات ويرجعوا الفنان انه خايب. انا شفتهم استفزوها ابتزوها. راه حشومه هادشي اللي كديروا فيه، راه عيقتوا الصحافه الصفراء المتملقه. بزاف ديال الناس كيصيفطوا لي واحد الفيديو ولا كيطاكيوني في واحد الفيديو ديال واحد الفنانه كتقطع في واحد الميكرو. باش نكون معاك واقعي، كوني كصحفي مسير لمقاوله اعلاميه، الناس اللي كيشتغلوا معايا ممنوع منعا كليا يمشيو لشي بلاصه فيها بزاف د الميكروات. الغرض ديالي انا هو نجيب لك خبر اللي نكون فيه بوحدي، ماشي انانيا بوحدي، مي خبر اللي ما يكونش فيه بزاف. مادام كاينين جوج الميكروات تما غيوصلوا لينا الخبر، ما كاين لاش نمشيو نتزاحموا معاهم حتى حنا ونقلبوا حتى حنا على شي حاجه فين نجيبوا الخبر في واحد المنطقه اللي الخبر غيوصل. ثانيا من الصعب عندنا في المجال اننا نتضامنوا مع بعضياتنا، لانه فعلا كاينين بعض المنابر كينتميو للجسم الصحفي يسيئون لبعض الناس اللي يقدروا يدخلوا في ازمات نفسانيه بكثره الاخبار عليهم الكاذبه او غير كاذبه. رابعا انا كوني كمسير لجريده اعلاميه كيشتغلوا فيها الناس اللي كيشتغلوا فيه، بالنسبه لي انا الكرامه ديالهم فوق كل شيء. وانا كنت داير لي المنبر ديالي هكا كنت نتابع على القضاء، مي دوماج. الا انني عاوتاني كنقدر الموقف اللي طرات فيه ديك الفنانه، بحكم ان كاين بزاف ديال الناس كيتدمروا نفسانيا بسبب بعض الاخبار اللي كينشروها بعض الصفحات او بعض الجرائد الاعلاميه هكذاك، يعني كيبغيو غير يكتبوا عليك ولا هكذاك. ولكن رغم هادشي كامل ما كنظنش ان خص الفنانات توصل ولا اي شخص يوصل للتطاول لمنبر اعلامي ويقطع عليه الميكرو ديالو بديك الطريقه. جميع الحالات ما كتعطينا الا صوره عليك كفنانه كهاويه، ولا ما عرفتش شنو نقول لك. ما غنسبكش لانني كنحترم العائله ديالك بزاف. الله يحسن عوانك داكشي اللي دزتي فيه، وكنطلب انه يكون شي اعتذار ولا شي حاجه، لان هادشي هذا غريب وضرني في خاطري. الصحفيين اللي استمروا في التصوير مع ان الزميل ديالهم تعرض لديك الاهانه، قدر الله ما شاء فعل وتبارك الله. صباح الخير، بغيت نسولكم واش الصحافه في المغرب عندهم السلطه؟ واش يعني الصحفي بزز منه ياخذ منك استجواب، بزز منه يهينك، بزز منه يعايرك، بزز منه يشهرك؟ انا شفت جرائد الكترونيه ومعروفه مثلا وعندهم الصحفيين، وانتم عارفين دوك الصحفيين جمع من طروطوار ودخل فيما كاين شي مقطع الحبال ولا شي مقطع الحبال ولا شي شمكار شي شمكاره يجيبوه يخدموه. وخير دليل هذه دابا اللي كدير اللي بغا دير استجواب مع دنيا باطمه وما بغاتش دنيا باطمه، قالت لك انا لا من حقها. واش انت كتضري فيها وتعايري فيها في الاخر تجي ديري مع استجواب؟ ومنين ما بغات قالت لك لا ما بغيتش، ونضتي تقول عليها بنت الكاريان والهضره الخايبه وكل شيء. في الاخر بغيتينا حنا ترجعي دنيا باطمه هي الخايبه وهي اللي ما تسواش، مع العلم ان هاد الصحافيه هي اللي ما تسواش، واللي هي اللي قليله الترابي وهي اللي بنت الزنقه وتربيه الشوارع. فهمتي؟ انا ما تهمنيش واخا يهضروا عليا، انا يهضروا عليا غنوض نجاوبهم كيما مولف. ولكن السيده حاربوها، شهروا بها، تنمروا عليها، حطوا تصورها غصبا عنها، حتى شي واحد ما عطاها حقها، حتى شي واحد ما عند الحق، حتى شي واحد، حتى شي جريده الكترونيه تحط الصوره ديال شي واحد وديروا محتوى او تشهر به وتنمر به وتقول عليه كلام ساقط. بنت الشوارع، بنت الكريان،
حمزه مونبيبي ما نعرف شنو، الاتهامات الباطله والكلام النابي والتنمر، هادشي كامل ما خصوش يتقال. حتى هاد الصحافه ديال الزبل خصها ليها حدود، ماشي اي واحد ينوض يشد الميكرو يسحب له راه صافي راه صحافي، راه ماشي صحافيين، هادو راه غابو زبال، ومنهم جرائد كثيره خصهم اعاده التربيه عاد باش يديروا استجواب مع الناس. ف بغيت نقول هاد الموسخه ولا هاد الصحفيه الموسخه اللي ما تنعرفهاش وما عندي علاش نعرفها، اللي دابا كتكتب ستوريات ولا معرفت بوستات في الفيسبوك وتعرف دنيا، راه حتى حنا من حقنا نعايروك. فكما انت ما كتحاسبيش حتى حنا المغاربه ما غاديش نتحاسبوا. فلهذا تنقول المغاربه كلكم نوضوا، اللي يقدر يهضر على هذه الموسخه، هضر رخيصه، لانه فنانه ما بغاش تعطي الراي ديالها ولا تعطي استجواب من حقها، فما تجيش انت تعايريها وتبهدليها وتشويها. فالله يجازيكم بخير. خصكم تكونوا واعيين وتعرفوا بانه كاين هاد الجرائد اللي كيبغيو يوسخوا السمعه ديال المغرب، وانتم اللي كتكبروا لهم البعره، لانه حتى شي واحد ما مسوق لهم، انتم اللي كتكبروا لهم، والضحيه هو المواطن. فانا تنقول بان دنيا باطمه مواطنه ضحيه كتعرض دابا لهجومات جديده، وما كرهوش يرجعوها للحبس، ما كرهوش، ولكن ان شاء الله نشوفوها على كيقول المثل تبع اللي بكيك وما تبعش اللي يضحكك. هذا هو اللي كيقول المثل الحقيقي المغربي. وفعلا هادشي اللي وقعت فيه دنيا باطمه ما هو الا فخ اليوم لهاد الصحافه اللي حال فينا فيها انه ما عادش يتفرقوا عليها لانها قطعتني من طونجه. الحقيقه اولا في الواقع تصرف غير لائق من فنانه، ولكن واحد الانسانه اللي هي عاديه ماشي مشكل، خلات الناس يكتبوا عليها في الكومونتيرات نري هي زينه وزادها نور الحمام. زعما دخلت للحبس وخرجات حباسه بهذا المعنى هذا. كيفاش كدير لعينيها، كيفاش كتصرف مع الناس، قطعت لهم الميكرو. وكما قال الصحفي نيت ديال اش نيوز، قال بانه هي دنيا كانت عادي تعطي الكلمه، ويمكن ما رداتش البال. هذه قلت انا زعما يمكن ما رداتش البال المنبر ديال اش نيوز، لانه دنيا قالت في واحد المنبر انا كنعقل على كل شيء، ولكن ما رداتش البال الميكرو تاع المنبر. راه ابتسام اللي عزلات الميكرو من وسط الميكروهات، يعني ونوضات لها الصداع هكا وخلات كلشي نايض كيتكلم عليها بواحد الطريقه اللي هي خايبه، وكيقولوا بان عمرها غادي تتبدل وغيبقاو فيها تصرفات ديال السب والقذف والشتم والندابزه والسطوريات والمعاني. يعني وسط ندوه كتقول لهم انني انا ما تعطانيش الحق في بلادي، وتصدمت زعما كتهضر على دوزام، يعني فاش كانت في المسابقه ديال استوديو دوزام فاش تم الاقصاء ديالها ومشيت خارج ارض الوطن تعطاني حقي، ولكن واخا وصلت للفينال. المهم السيده كيفاش كتهضر على بلادها، كيفاش هضرات على الفنانه المغاربه، قالت انه كي زعما دايرين عليها مؤامره. برك عليا قالت لها غير الفن وشنو واقع لي مع الفنانه، نزيد حتى مع الممثلين. الطريقه كيفاش كتهضر على البلاد ديالها، على الفنانات تاع البلاد، انه السيده حاقده بالمزيان. السجن اللي دوزات خرجها حاقده بزاف. قلنا عادي تبدل ولكن لا، غير ما تزادت وباقين فيها نفس التصرفات اللي كانوا فيها.